جلين ستيرنز تحدى نفسه يحول $100 لمليون في 90 يوم. سنه 59 سنة وكان عنده سرطان وتعافى منه. قرر يتحدى نفسه ب$100 في جيبه بس وعربية متهالكة وموبايل مفصول. هنحكي قصته من النوم في عربية لمطعم ب700 ألف. خليك معانا واشترك في القناة عشان تعرف كل جديد. جلين ستيرنز نزل في مدينة في بنسلفانيا، مصروف المعيشة $1100 في الشهر، يعني محتاج 3300 في 3 شهور، وكان هدفه الأول يجيب 3300 في أسبوع. نام في عربية وأكل نودلز واشتغل في جمعية خيرية يوزع الأكل، كل ده عشان ياكل ببلاش. بعد 3 أيام فلوسه خلصت ومعاه $29. حاول يبيع كور تنس وفشل تماما. لقى شغل جزئي طباعة تيشيرتات مع واحد اسمه إرجي، كسب $60 ووصل ل $89. عمل بوست على الفيسبوك إنه جاهز لأي شغل. لقى شغلانة تنظيف ب$100 وراس ماله بقى $169. عرف إن في مهرجان بيتعمل حواليه فاشترى تيشيرتات وهدايا وبالونات ب$165. باعهم في المهرجان وكسب $414 وما وصلش ل 3300، بس بداية كويسة. جلين بدأ يفكر إن لازم يكون في فرصة سريعة، فلقى إعلان إطارات فراح للخردة وجاب 5 إطارات سليمة. اتصل بواحد اسمه كودي وباع 2 ب$1500. لقى شقة رخيصة ب$400 شهريا. درس السوق وعرف إن المشروبات المحلية مش مطلوبة في إيري والكافيهات اللي حواليه مش بتبيعها. فكر يفتح مطعم بس لقى التكلفة $400,000. دخل تجارة السيارات واشترى هوندا سيفيك قديمة ب$700. غسلها وعرضها للبيع ب$4500، باعها ب$3900 وراس ماله بقى $4000. كمل في السيارات واشترى اسكيلت مستعملة تفاوض، نزل من ثمنها $1000، اشتراها ب1500 وباعها ب7600. وفي اليوم ال20 راس ماله بقى $9000. بس التراخيص مشكلة، المحامي كلفه $1000. ليه متأخر عن الهدف لكن لسه بيشغل دماغه، وده ذكاء بيزنس مش حظ عابر. دخل في العقارات وخبرته في القروض عارف البنوك اللي بتدفع صلاحيات. دور على بيت رخيص. أول بيت سقفه مكسور والتاني مش مريح. تالت بيت دفع فيه مقدم 6600، 1100 مصاريف وراس ماله بقى $1300. والبنك وافق على قرض وبدأ إصلاحات. مخطط إنه يصلحه في 15 يوم بس اتأخر ل 47 يوم. محتاج مقاولين ب $9600 وباقي $500 بس. اتفق على مطعم قديم وصممه لفكرته، بس السمسار قال له إن صاحب المكان رجع في البيع. وأخيرا البيت اللي كان بيصلحه بقى جاهز في 62 يوم. مستثمر عرض عليه $75,000 بس جلين طلب منه 85، وبعد مفاوضات وافق على 75. دور على مكان تاني لمطعم، لقى مطعم تاني على طريق عام، وده كان ذكاء بيزنس منه مش حظ عابر. وبقي 18 يوم وجليم قرر انه يبني البراند بتاعه، مشروبات محلية ومطعم مشويات اسمها أندر دوج BBQ. اجتمع بالفريق وقال لهم أنا مفلس بس الفكرة كبيرة. اقتنعوا ولقوا خزان مية وحولوه لشواية، وافتتح المكان في مهرجان كبير وصرف كل فلوسه $2400 تجهيزات. في اليوم ال90 افتتح المكان وباع صلصات اونلاين لكل امريكا. خبير جه المكان وقيم المطعم ب700 الف مش 700 مليون. بس قريب جدا جيلين كشف هويته ملياردير حقيقي. عمل كده لنفسه ولاولاده عشان يثبت ان النجاح مش حظ، ده ذكاء بيزنس مش حظ عابر. القصه دي عجيبه. جلين بدأ ب$100 ووصل ل700,000. فلو عندك عزيمة الحلم ممكن يبدأ صغير بس بفكرة كبيرة. وما تنساش تشترك في القناة وتقول لنا رأيك في الكومنتات. نشوفكم الحلقة الجاية.